السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. طبعا الاكله النهارده اكله شتويه وجميله جدا ومغذيه. كلنا وكل الامهات ما بتصدق الجو يبرد شويه علشان تجري وتعملها. انا عن نفسي احب الاكله دي جدا، اكله جميله وداخل مكوناتها انواع خضار كتيره جدا، مغذيه للاطفال اللي مش بيحب ياكلوا الخضار كده زي اولادي. شايفين القوام؟ احلى شوربه عدس ممكن تاكليها في حياتك. طبعا كلكم شطار وكلكم بتعملوها حلو، بس انا قلت النهارده اشارككم يومي كالعاده على الطبيعه. انا احب اشارككم يومي جدا. نسمي الله كده، وهنا اقدر اقول لكم صباح الخير وصباح الفل وصباح كل حاجه حلوه. الفقره اليوميه بتاعتنا المعتاده، فقره اللانش بوكس. ما حبيتش بقى ان انا اوقفكم معايا في المطبخ وازهقكم. جهزت السندوتشات وجيت هنا جري، قلت يلا كده ايه نجهز اللانش بوكس مع بعض. طبعا حيرة كل يوم، ولكن ربنا يا رب يعيننا جميعا ويبارك في اولادنا اللهم امين ويحفظهم. جهزت اللانش بوكس على السريع وهاخد الاولاد وانزل جري اوديهم المدرسه. وانا راجعه بقى عملت ايه؟ كالعاده جبت اي خضار ناقصني، الخضار الشتوي التحفه يا جماعه. الخس، البصل الاخضر، الجرجير، طماطم، خيار، فلفل. الحاجات كانت جميله جدا. هنا بقى جهزت المكونات البسيطه جدا بتاعتي: طماطم، بصل، 5 فصوص توم كبار، شوية جزر حلوين، نص كيلو من العدس مغسول كويس جدا جدا لحد ما المية بتاعته تكون بيضة وكويسة في مصفى ومتصفي. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، ولا افتكاسات ولا تعقيدات ولا اضافات كده غريبة بنشوفها اليومين دول. حابة تضيفي كوسة او بطاطس؟ اوكي براحتك خالص، لكن انا بحبه بالطريقة دي. في ناس ممكن تدي للخضار تشويحة، انا بشوف ان ملهاش اي لازمة. انا ليه اشوح الخضار؟ هو مش فراخ يعني ولا لحمة. دي الطريقة البسيطة التقليدية بتاعت أمهاتنا، وهيطلع معاكي أحلى شوربة عدس. في مية كده سخنة بتغلي على النار نزلت بكل الخضار بتاعي واسلقيه كويس جدا جدا. ما تقوليش أنا كده كده هضربه، بالعكس، انتي لو ما سلقتهوش كويس مهما تضربيه هيكون عامل معاكي حبيبات مش لطيفة جدا أثناء الأكل. مهما تنعميه مش هينعم. يبقى خطوة السلق دي مهمة جدا. وبعد ما اتسلق كويس، لو عندك هاند بلندر كده زيي هتضربيه، ولو في الخلاط هتسيبيه لما يهدى شوية علشان ما يبوظش ليكي الخلاط. شايفين لما اتسلق كويس قوامه بقى ناعم وكريمي جدا عندي وبقى حلو خالص. طبعا القوام ده بيختلف من حد للتاني، ولكن نصيحتي ليكي تخليه خفيف شوية علشان لو هنعمله طشة او ننزل فيه شعرية غالبا هيتقل. يعني انا كنت دايما في بداية الجواز بتقل قوامه جدا يا جماعة، اتعلمت من اخطائي. دلوقتي عاملاه خفيف سيكة علشان لما ننزله الطشة يكون مظبوط جدا وكويس. كل اللي هنحتاجه هنا ملح، فلفل اسود، كمون. البقوليات تحب الكمون جدا، فالكمون هنا هو روح الاكله، مش محتاجين اكتر من كده. وقلبيه بقى كويس ويدوب ياخد غلوه خفيفه خالص. وعلشان نروح دلوقتي حالا نعمله الطشه بتاعته. الريحه يا جماعه جميله جدا وبيدفي وحلو قوي 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 بصراحه للاطفال. هنا بقى معلقه سمنه بلدي كده محترمه مع شويه زيت، على معلقتين توم مفرومين من اللي كنا مفرزينهم، وكالعاده على اقل درجه حراره. هفككه كده من بعضه وهنزل عليه على طول بالشعريه. انا احب جدا شوربه العدس بالشعريه. نزلي الاتنين سوا، ما تعمليش دي في طاسه ودي في طاسه، بالعكس، الاتنين طول ما هما نازلين سوا ودرجه الحراره قليله جدا هيوصلوا لدرجه التحمير الذهبي اللي احنا عايزينها. استمري في التقليب. والله انا ميرنا بنتي طالبه مني الاكله دي من حوالي اقول لكم ايه، شهرين 3، ولكن دايما الدكتور كان بيبقى منعها بسبب الحساسيه يا حبيبتي، فببقى عاملاها وايدي على قلبي. يعني بيكون نفسي فيها جدا، بس بحاول ان انا ما اعملهاش علشانها، ولكن صعبت عليا بقى، ما قدرتش اتاخر عليها اكتر من كده. كده الطشه بقى لونها معايا تحفه. ننزل بيها بقى على العدس، وما تغليهاش كتير لحد ما الشعريه تستوي، لا، هي غلوه واحده بس وطفي. وبعد شويه اديها تقليبه هتلاقيها استوت وادت معايا شوربه العدس القوام المظبوط اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. الاكله الجميله دي بقى ما تحلاش من غير الحاجات الجميله والاضافات الجميله اللي جنبها. مش بالاكله خالص يا جماعه، مش شرط الاكل يكون لحمه او فراخ علشان السفره تكون شيك ومميزه، لا، طريقه تقديمك للاكل هي اللي بتفرق. الاضافات الجميله البسيطه هي اللي بتفرق. عارفين لو قطعه جبنه ورغيف عيش بيفرق شكل الصينيه وشكل الطبق اللي انتي مقدماه عليه. يعني مش طبق عدس كده وخلاص، لا، انا هنا حمرت شويه عيش، عايزه تحمصيه في الفرن اوكي، انا هنا قليته في الزيت بصراحه. شويه بطاطس محمره، شويه جرجير، شويه بصل اخضر،
التقديم بيفتح النفس، بيخلي من ابسط حاجة عندك احلى سفرة. طلعي طبق شيك من النيش، طلعي، ما تقوليش ده عدس، لا، طلعي اشيك حاجة عندك، هتلاقي الاكلة بقت في حتة تانية خالص يا جماعة. انا هنا بوريكم القوام المظبوط بتاع الشوربة، ده القوام اللي انا بحبه، بيختلف من حد للتاني زي ما اتفقنا. في ناس مش بتحبه بشعرية خالص. انا هنا بقى هحط عليه عصرة ليمون، حاجة جميلة ومغذية جدا. مش لازم كل يوم لحمة وفراخ، خلينا نغير، خلينا نعمل الحاجات العادية، الحاجات التقليدية اللي كلنا اتربينا عليها. اكيد مش طول الاسبوع لحوم وفراخ، اكيد بيجي علينا وقت وبنزهق. شايفة قوامها ما شاء الله جميل جدا. طبعا احلى حاجة جنب شوربة العدس ممكن تعمليها هي شوية فتة كده زي ما هتشوفي. انا هنا مقطعة العيش بالمقص مربعات صغننة خالص وقلياه، هحط عليه مغرفتين من العدس، وعايزة اقولك هيبقى في حتة تانية. يعني دي كانت اكلتي المفضلة لما ماما الله يرحمها تعمل الاكلة دي. القوام جميل جدا ومظبوط ما شاء الله. طبعا ميرنا بنتي مستنيه الاكله دي بفارغ الصبر، وكانت حابه ان هي تعمل الفقره دي معايا قوي، بتقرا تعليقاتكم، فرحانه جدا جدا بيكو. قالت لي ماما انا عايزه اظهر معاكي، انا بشوف تعليقات حلوه جدا. اللي وصل لحد هنا لايك وشير وشاركوا الفيديو بتاعي وضيفوا اصدقائكم يا ريت، ويا ريت تشتركوا على قناه اليوتيوب. ميرنا دقت، انا بحط ايدي على قلبي يا جماعه، بعد الاكله دي لازم نجري على الدكتور. ادوق بقى انا كمان معاكم، يلا بالمره. مستنيه رايكم، تعليقاتكم جميله تهمني جدا. بشكركم جدا جدا على دعمكم وعلى كلامكم الحلو، انتوا اجمل ناس في الدنيا والله يا جماعه. اتفضلوا بقى معايا كالعاده، يلا مين يفتح بقه، اتفضلوا. انا ناقصه ادخلكم في الكاميرا يا جماعه. مع الجرجير بقى، لازم شويه الحاجات الحلوه اللي حوالين الاكله دي. واقول لكم بحبكم جدا، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده، وباي باي.